عليكم عواشركم مباركة، والله يدخلها على كل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن بالخير والصحة. من داخل مدينة ديال رينكون المضيق شمال المغرب، عبد ربي نبي بنساء ما زال يطالب إخوة والأخوات بهدم ذلك البناء فوق الممر العمومي بميناء المضيق من طرف النائب الأول رئيس الجماعة الحضرية بالمضيق. ويعتبر أن الترخيص ديال رئيس الجماعة الحضرية بالمضيق للنائب ديالو الأول يدخل في إطار التضارب ديال المصالح، وكذلك من حقي كمواطن مغربي وكذلك كفاعل سياسي كمرشح برلماني سابق عن دائرة المضيق في نطاق المناقشات كما كنقولوا الشأن المحلي، باعتبار أن ذلك الممر العمومي يدخل في إطار ما يسمى بالملك العمومي. ودائما ما أقول أن الملك العمومي خط أحمر، وهي فرصة كذلك من أجل أننا نأكد أن الجماعة الحضرية بالمضيق فاشلة معارضة وأغلبية. يعني عندما نتكلم على الجماعة نتكلم على الفشل، جماعة فشلت إخوة والأخوات في تدبير واحد مجموعة ديال الملفات، أهمها التسوية ديال الوضعية العقارية لمدينة ديال رينكون. عوض أن تقوم بالتسوية ديال الوضعية العقارية ديال مدينة ديال رينكون قامت بتفويت أو بترخيص لاحتلال الملك العمومي فوق ممر عمومي للنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بالمضيق إدريس الزعار. وكنقولوا الإخوة والأخوات أننا عندما نسمي الأشياء بالمسميات ديالها، لأن هادو أشخاص يعني ترشحوا أشخاص يعني شخصيات عمومية، كنناقشوا هنا الملك العام وكنناقشوا الإخوة والأخوات الشأن العام. إذن من داخل مدينة ديال رينكون يا جوهرة خرجوا عليك المسؤولين الفاشلين. تحياتي.